ساعة نحب نقول لك سي المنصف برافو. بون كونتينيواسيون ان شاء الله، وان شاء الله رمضان ديما طالع خير عليك. عزيز، فما حاجه نحب نحكي فيها، انه الرول سي فري ان رول برينسيبال كبير. مي راهو كي نحسبوا النومبر دو سين راهو مقسوم على لي زاكتور اللي موجودين الكل، على الممثلين الكل. معناها لو نومبر نتاع لي سيكونس اللي خذاهم منصف عجنقي ماهوش بعيد على لو نومبر دو سيكونس اللي خذاهم الممثلين الاخرين. اما شنيا كل سيكونس مخدومه كوتي كتيبة ومخدومة كوتي تمثيل بالكدا، ما فيها حتى كلمة زايدة، ما فيها حتى حاجة ناقصة. إجا نعطيك مثلا ما فيش كلمة زايدة. صحيت اخويا صحيت ازيد برا صفقني جيب له ديمات صفق تمييع القضيه هكا مش نورمال. دخلت انا في التيراده وفي الاطروحه راهو سيء غير منك. نرجع لك على الحلقتين مثلا الاخرانيين نعملوا لهم اناليز صغيره، وهو بحذنا عثمان شخصيا معناها. مثلا في الحلقه السادسه فما 3 سيكونس. شوف قوه اللعب بينات لي سيكونس كيفاش. في السيكونس الاولانيه راهو عثمان الرجال القوي، فما الفحولة، لا فيريليتي، القوة، الدفاع عن المرأة، خايف على أخته، بمفهوم الباندية القديم، لعب الرول هذاك اكزاكتومون. من بعده بالضبط فما سين واحدة أخرى لعب الرول متاع المزور الذكي استراتيج اللي يمشي في رجوج الكل، التكتيك اللي ما يتعدى عليه حتى شيء. في السين الثالثة هذا نحكيك على حلقة البارح، لعب الرول مثلا متاع السحار اللي كانت ديكوفيرت مفاجأة، ما كانتش ما عطاناش دي تري متاع سحر والا عطانا شويه مع الديموس، لكن لعب رول متاع سحار وكيفاش سحروه وكيفاش مع الموزيكا متاع بوشناق زاد كيف مشات على الاخر. في الحلقه الخامسه مثلا نزيدوا نحلوا في الليزاكس، نلقاو المجرم العنيف الشيطان، مع اعتذاراتي سي المنصف تحكي على الشخصيه مش تحكي على الشخصيه. منصف راه انسان لطيف جدا في الحياه. راه انا باهت الحقيقه مثلا ريت كي يلعب الرول نتاع المجرم يدخل في الاجرام، الكلام ما يوليش برشا، يولي يحكي كلمه ونقص، والبادي لانجوج هو اللي يخدم، العينين هي اللي توصل الاجرام، ما عادش الكلام. فما زاد السين نتاع يبدا يتسكبن يترهدن، لقيناها مع الدكتور، لقيناها مع عدلي. اجا نبدا ناخذوا لك بار اكزومبل شنو هي السين اللي تحب تاخوها انت اللي عجبتك في هذوما الكل؟ ترى خلينا نبداو السين مع الدكتور وعدلي بريسك نفس هاني باش نعطيك انا سين تلم الكل. علاش تسال باش نعطيك انا سين باش نذكروا بها حتى سي عجنقي بحذانا. السين متاع وقتها هو مع ناجية قاعدين في الدار، والسين هذيا كومبو بينات الحنين وبينات المزور، وكيفاش تقلب بيناتهم في ساعة. ناجية عثمان يا اخي قولي لي الله المستعان، قولي لي زعما انا ضيعت ولا رجوج هذه ما عادش نعرف نعيش فيها. ناجية علاش شفما؟ عثمان شفما يا اخي هذه جاي ما تعاوني فيها وتلمي لها في اللعانات، هذه مش روزة اللي كانت مصوحبة الكلب راجلك؟ ناجية ماكش غلط، كانت مصوحبة راجلي، نامت غش على راجلي مش عليها هيش، دخلها بنت الناس. زيدنا محسن لا عاد يعني لي لا هو لا مشاكله. عثمان لا اله الا الله. ناجية محمد رسول الله. عثمان كهو نعاونوها. ناجية زيد هي طايحة بها الدنيا واللي صاير فيها مش شوية، عاونتنا في المدرسة راهو باهي. حتى لهنا عثمان ماشي مع ناجية، ماشي معاها في الحوار، يتسكبن عليها هكا يدز معاها في البيدق واحدة. شوف القلبة لهنا كهو مالا نعاونوها هذاك هو. قولي لي انت الساعة شنو هي حكاية الماكينة ونساوين داخلة علينا خارجا ناقصة فلوس يا اخي؟ لا مشني ناقصة فلوس، من اللي ناس غينا مغرومة بالخياطة. عثمان نلقاش مالا عندك 10,000 الغدوة مالا ناجية هذه، قلتي لي مالا تحبي تعاوناها؟ لا اله الا الله، تعرفي الطيب الملثوثة يلا. ريتها القلبة وين كيفاش سين كاملة يمشي معاك عادي على الاخر، يجي في اخر السين يعطيك التكسيرة جملة، يعطيك قلبة جملة. هذا اللي موجود في لي سيكونس اللي قصيتهم انا على عثمان الكلهم. ما فماش ان جو درول بركة، ديما تلقى بلوزيور جو درول موجودين مع بعضهم. هذاك علاش قلت لك راه موش مساحة التمثيل والا لو نومبر دو سيكونس هو اللي مشى برشا مع عثمان المرة هذه، لكن بالحق الكاليتي اللي تخدمت بها السيكونس. منصف تعليقك. انت خطير يا طفل. لا ما تحليل فيه صحيح فيه. وي هو شوف الفرق معناتها كان خدمه ممثل واحد اخر بتيتر باش تلقى فيه ريشيرش واحد اخر وتلقى فيه فوليوم دو جو واحد اخرى واليات واحد اخرين. ممكن يكون معناتها ديما كي باش تتناول شخصيه خاصه شخصيه في السنسيبيليتي هذه باش نحكي معك معناتها توي كم نحكيو مسرحيا في كيفيه بناء اللي كنا نعملوا فيه، وقداش حساس البرسوناج نتاع عثمان فريمون. ونحب نحيي عبد الحميد بوشناق خاطر ساعه كي تهزني
لحظة من اللحظات نحب نتماهى كيف الشخصية لكن بالحق الشخصية هذه يلزمها برشا ديريكسيون برشا سيطرة. ديريكسيون سواء كان من الممثل والا من العين اللي كانت تراقب فيك واللي هو خالق الشخصية هذه ومتصورها ويحلم بها. دونك سي با فاسيل، عمرها ما كانت سهلة شخصية عثمان نشوفوا فيه، خاطر فانت كونت معناتها مازلنا قاعدين باش نشوفوا برشا تطورات وبرشا منعرجات في الشخصية نتاع عثمان اللي هو راهو ماهوش هكاك حتى الطرف. مانيش باش نحل الكود نتاع البيرسوناج، مازال فيها برشا ما يتشاف. وبين هذايا الكل، بين عثمان اللي طيب في حقيقة الأمر هو ماهوش طيب، ربما يدعي الطيبة في اللي قلته هذايا، بين كيفاش كومان التيان معناتها لي سيتياسيون مع أخته شيء ومع الناس شيء البرا شيء، معناتها وقتاش يكون مجرم، وقتاش يكون عيساوي، وقتاش يكون يعمل في ليتاليسمون، وقتاش يكون حنين ان سيرتان مومون زاد ريناه على اخته على لا سول جو كوا لا سول لا اخته. سول. شفنا نوع من الحنيه على مبروك، نوع هذاك علاش قلت مو سحروه في الاخر مبروك، عملوا فيه شر الشعب مبروك. لا باش ما نحرقوش احنا بقية تفاصيل الرواية، ممكن ممكن لا، لكن بالحق كي باش الوقت اللي قاعدين نحفر في البيرسوناج هذيا حكينا برشا انا وسي عبد الحميد، حكينا عميقا، وتقريبا كنا في كل سنة نحكيو ساعة هكا في طمك الخدمة في نسمع كوبي، فهمت. ان شاء الله يا رب نكون وفقت في شخصية نتاع عثمان هذه، ونتصور اللي وفقت تبعا للضجة اللي صارت تويك من عند الناس واللي الناس قاعدة تحكي وشنو قاعدة تقول. مي حبيت معناها الشخصية مركبة كيما عثمان ماهيش سهلة باش تتعمل له كهو، لكن مش معناتها تقف عند المنصف العاجنجي فقط. ينجم عندنا بوكو كاليتي نتاع ممثلين اللي هما خارقين للعادة وممتازين، وممثلات كذلك اللي هما عندهم القدرة باش يعملوا شخصيات وقادرين على اللعب، وحتى على معناتها خلق مساحات واحدة أخرى من اللعب فيه. واللي عطيته هذا التحليل في سان في معناتها في وضعية من الوضعيات، وباش تكتشف حاجات أخرين إن شاء الله. دونك هذا هو ما نعرفش كان وفقت باش نفسر لك الشيء اللي قاعد تعمل ولا اللي تعمل ولا لا. هو مازال انا عندي شويه سؤال اخرين، كان تسمح ولا عندك شكون باش تتعلم؟ جوست انيس وبعدها تنرجع. انا جوست باش نحكي على رؤيه للمسلسل وشخصيه عثمان. به احنا تبعنا الكلنا شخصية راجوش في الجزء الاولاني، شخصية محلاهم يعيشوا في قرية مزيانة والكل. في الجزء الثاني فما كعالم الروحانيات اللي حكينا عليه، فما هكا كشوية الاجواء الصوفية، فما شخصية غريبة، فما غموض، فما ديزاكس ديفلوبي في الديموس اللي كانوا بازي على شخصية عثمان. احنا هنا اللي كان لاحظنا بالطبيعة، لاحظنا الناس الكل كانوا راجوج اثناء راجوج الكنز. دونك فما حكاية تدور حول الكنز، والحكاية ذي أنا ريتها فما علاقة مباشرة بيناتها وبين الديموس، والله أعلم مازالت الأحداث قاعدة تتطور. أما هنا نحب نعرف اللي شخصية الكل ماشيين في أكس، وشخصية عثمان والديموس في أكس آخر جملة. شنو رأيك سي عثمان؟ نحب رأي عثمان في المسلسل. لا حديثك مش بعيد ياسر يعني. ولا ريتك كاش خدمة سيء ارجع لي عليها. لكن اللي زاكس راهو حتى في عمليه البحث على الكنز هذه شفنا كيف الاكس نتاع الدكتور ونتاع سي وراسي عزيز جبالي. دونك في واحده اخرى في تفتيشهم على الكنز هذايا علاقه المبروك ربما وعثمان فاش قاعد يدبر علاقه مهذب الربيلي طبعا اللي نحييه بالمناسبه الممثل الجميل والكبير، وعلاقته بعثمان وشنو اللي قاعد يصير اوسي في حتى التداخلات هذه الكل معناتها. هو مثلا والكنز السؤال الاهم معناتها الكنز في حد ذاته نقطه استفهام. ولا هذا هو اسكو انيس كان باش ينطر سكوب. مازلت باش ابدا انا بالمقصاد انا نقول لك باهي اسكو نجموا نعتبروا اللي سي عثمان هو الشخصيه اللي باش تخلط انها تكشف على سر الكنز قبل. حنا نتفرجوا في المسلسل زايد شكرا على المحاولة. حاول زايد تحاول. هو ما هو للامانه والحديث امانات. دونك احنا نعملوا في المسلسل هذا باش نتابعوه معناتها. اكيد لا اكيد نحترموا الراي هذا وصافي.
انك تدخل في موسم ثاني لمسلسل مع شخصيات انستالي، كادر سباسيو تمبوريل انستالي، عباد تفرجت واستانست وولات نجم نقولوا توندانس، معناها العباد من عام لعام للي جات سيزون ثانيه هما يحكيوا على لونفيرونمون الكل نتاع مسلسل رقوج. عباد تقول فرصه انك تدخل في مسلسل ثاني، انك تفك النجوميه من شخصيات ديجا انستالي كيما شخصيه لورال باغ اكزومبل. عباد قالوا عثمان دخل في موسم ثاني فك نجوميه شخصيه انستالي، وعباد تقول لا ريسك للرفض خاطر احنا استانسنا باللي شفناه في الموسم الاول والشخصيه اللي دخلت هذيا فرصت برشا حاجات. انت وين تراه؟ انا باش نقول لك حاجه، نجاوبك على حاجتين ساعه في السياق. ما هو صحيح رجوج معناتها فات ما صفه المسلسل كيما يظهر لي تقريبا اغلب اعمال عبد الحميد بوشناق، ولات ظهرت رجوج معناتها، ولات شعب رجوج، ولات الرجوجيون والرجوجيات اللي قاعدين نشوفوا فيه. فظهرت رجوج باش ترسخت في ذاكره الناس كيما صار في النوبه في وقت من الاوقات عشاق الدنيا كيف معناها ثم توليفة غريبة في معناتها قداش ينجم يحلم، وقداش ينجم يصور، وقداش ينجم يتخيل ويهزنا معاه في المخيال الجميل هذاك. كذلك الموسيقى اللي عملها المتميز والممتاز حمزة بوشناق، معناها تحس معناتها بالمجد معناتها نشوف هكا، نبدا نتفرج نشوف العمل شنو قاعد يحكي، واذا كان ناحية زعما الموسيقى شنو كيفاش يولي، ممكن يولي معناتها عادي ولا يولي حاجة واحدة أخرى. فهذا اللي دو فالور مهمين بالحق، معناتها كيفاش نجموا يعطيهم الف صحه. اثنين بالنسبه لحضور عثمان في رجوج، معناتها ما سي با فك، وما نحبهاش كلمه يفك، ما وغير ماهيش في بلاصتها. انا بالحق انا كنت حامل مسؤوليه وحامل مشروع مهم، مشروع كبير ومشروع قوي برشا. هذاك علاش خلاني نمتنع ساعة باش ناخذ ادوار واحده اخرى، لاني اعي جيدا بصفه الممثل شنو القيمه نتاع العمل اللي قاعد داخل لها. وبالحق معناتها اللي هما دي بيرسوناج اللي هما انستالي، والمسلسل ولا ظاهره كذلك. وزيد انا منين جاي من فلوجه، وجاي من فارماسي، جاي من تجارب واحده اخرى، واحده في فن الضحك والاضحاك، الاخرى معناتها شفناهم طيلة زوز مواسم ونجاحهم وكل شيء، لكن في اتموسفير واحده اخرى ومدرسه اخرى طبعا. هذاك علاش قلت لك التشالنج كان كبير. وبالحق انا ما فكيتش مثلا نشوفوا في الاولاد قاعدين يعملوا في حاجات حلوه وحاجات متميزه. شفنا الحلقه نتاع اليوم، فهمت شنو النقله النوعيه اللي عملها لورال في عزيز جبالي اللي نحييه بالمناسبه. شفنا كيف سي ابراهيم حسني والوضعيه اللي ختمها من بعد كي باش يعرض. شفنا الديفلوبمون اللي صاير في الشخصيه نتاع عصام نتاع العروسي المحامي الجديد. عده شخصيات شفنا من هذا برميلي، فهمتني العملاق، فهمتني والهاله اللي دخل بها والبصمه اللي اضافها. دونك العمل ما نجم يكون الا عمل متكامل بين الناس هذوما الكل. شفنا الروتور زاد كيف نتاع استاذنا حسام الغريبي في اللعيفه. هذوما كلهم ديكود مازالوا معناتها تمسوا مازالوا باش تقراوا معناتها. وشفنا نجاح عمناول نتاع عده اسماء مهمه اللي حضرت. لو كان مثلا ماشي محبه حاضره في دفاع على مشروع مهم، خاطر راهو المشروع كي تكون فيه مجموعه ثم اونطونت وثم الناس كلها باش تدافع على المشروع هذايا، خاطر اوتوماتيكمون المشروع باش يدافع علينا الناس الكل. ماشي فكيت، وبالعكس كل واحد في مجاله محلاه. شفنا هاله عيد محلاها في بلاصتها، ما ثم حتى جراتويتي معناتها في الخدمه. لي بيرسوناج الكل معناتها الكل، فاطمه، ياسمين، تقريبا معناتها فاطمه سعيدان وما ادراك ما فاطمه سعيدان، فهمتني. والقيمه اللي تعمل فيها فك السمبليسيتي هذيك. وبعتيلي وتبعوه معناتها المسلسل بالحق راهو فيه معناتها كالعاده. نقول لكم وناكد لكم راهو المسلسل راهو ما ثماش حتى بيرسوناج كيفاش تكتب معناتها بالحق. نحييهم يعطيهم الف صحه. وسي با فاسيل. نقولك الحقيقه، قول. اجابتك الحقيقه جميله جدا، فيها برشا روح فريق وتتجم تتعلق كواتر وحلوه ياسر معناها. اما ايوه هذا انا نحسه نوع من المدح، كأنه جمهورك قاعد يدافع عليك. معناها احنا نعرفوا جمهور المسلسل يدافع على المسلسل بين المسلسلات الاخرين، اما كي يولي المسلسل عنده برشا جمهور يتقسم الجمهور في وسط المسلسل للشخصيات. معناها هذا ما يرضيش شويه غرورك انه فما عباد قاعده تقول ليه شخصيه عثمان هي اللي فكت، ونعاود نقول كلمه فكت. ماني انا ما نجمش نكون جيج نكون بارتي. فبالتالي انا ندور وخلي العباد تحكم. لا معناتها شفت هذا احنا عمل قدمناه مع بعضنا الناس الكل برشا حب، كل واحد كيفاش ساهم فيه.
فهمت. ربما كنت انا اقل المساهمين فيه، خاطر ثم عباد تحفر قبلي بعام وثم عباد تكتب فيه وتكسر في راسها، عندهم ما نعرفش قداش 4 ولا 5 شهور ولا 6 شهور الناس قاعده تبني، فهمت، وتتصور وتتخيل فيه وتشوف فيه وتحرك فيه في خيالها، بعدين باش ترجمت الشيء هذا كله. دونك انا في موقعي ك ك ك متى كممثل في العمل هذايا، معناتها احنا الكلنا موجودين باش نقدموا عمل فني باش نحطوه في الارضوازه، معناتها باش يتعرض هذاك للناس باش تتفاعل معها الناس، فهمت. هما بعتيلي فهمتني قصوا ارواحهم شقين، واحد يحب يشجع كذا واحد يحب يشجع كذا. دونك العمل عمل فني، عمل حالم، عمل متميز، عمل فيه فابر وفيه خرافه مهمه ومميزه، تتناول معناتها مع عده مواضيع مهمه، تتناول تركز وتحط الضوء فهمتني على عده حاجات باهيه وماهيش باهيه في المجتمعات، الناس كيفاش تفكر بخرافاتنا بهذا الكل، معناها بالقيم اللي صار اللي موجوده كيف في المسلسل للمراه التونسيه، فهمتني كيفاش، المراه الريفيه سيرتو كيفاش، لعبه السياسه كيف لعبه البلديه، فهمتني، وفك الجو هذاك، وشفنا المعاناه اللي عاناها زياده كيف الامني وقت اللي لقى روحه متورط في المشروع السياسي ومشروع القرار. في هذا كلهم ديكود تقراو ديكود مهمين، ما ندخلش في منطقه العرك ولا فكان، لان الخطاب هذا ما نحبوش. انا المنصف العاجي نحب الناس الكل ديكود على خلاف شخصيه عثمان. دونك فوالا. مي باغ كونتخ انا باش نكمل في نفس السياق نتاع صفي باش نحكي على الجينيريك. الجينيريك الحقيقه انا في الحلقه الاولى ما ركزتش برشا، في الحلقات الاولى خلينا نقولوا ما ركزتش برشا في الجينيريك، لكن بعد كي رجعت نشوف في الجينيريك وسورتو بعد ما كبرت شخصيه عثمان برشا في رجوج اثنين، نلقى لي اسم منصف العاجنقي جاء بعد فريق الانتاج اكيد، بعد السيناريو والحوار اكيد، لكن حتى في الممثلين نلقاو بعد عديد الاسماء، معناها نلقاو بريسكا 10 ولا 12 اسم تعدى قبل منصف العاجنقي اللي هما صحيح رينام عمناول. دونك حبيت نسالك اسكو الترتيب نتاع اسماء الممثلين هنا هل انه كان بالاقدميه، كان بالكبر نتاع الدور والاهميه نتاع الدور في المسلسل، كيفاش كان؟ والله اخر واحد تصوره باش يجاوبك على المساله هذه هو المنصف العاجنقي. دونك انا مثلت كملت مهمتي روحت، لكن ما عندكش حتى فكره علاش؟ والله ما عنديش فكره علاش، والحق ما نكذبش عليك ما نسالوش. انا صارت في عده جينيريكات نشوف اسمي معناتها متاخر في بعض الاشياء وساعات مقدم في بلايص واحده اخرى، فهمت. ما يقلقنيش، ما عنديش المشكله هذه، ما عنديش فيها حتى حساسيه ولا حاجه في نهايه المطاف. وهني قلت لك متى انت مثلا، انا والله لا لاحظت الحكايه هذه. هو خاطر بريسك انت ديجا اجابتك على سؤال صفيك قلت لي فما ناس حضرت التيران من قبل بعام ومن قبل حتى ب5 اشهر وهما يكتبوا، ديجا هذه بريسك نجم نعتبرها سؤال الاجابه للسؤال هذا، خاطر شكونهم لاسمين نلقاهم قبل، نلقاو عزيز جبالي، وليد عياد، صابر ياسمين ديماسي، فاطمه هلا عياد، دونك هذوما الكل زاد شاركوا في الكتيبه من مده طويله. والله ما سامحني، انا ما نعرفش المشكله وين. انا هني شفت مثلا اسم فاطمه سعيدان جاء في مرحله مثلا كيف متاخره، ولا حسام الغريبي، ما تصورش على الحكايه هذه تخلق حكايه حساسيه، ولا انا ما بكونش ما نحسبهاش، وللامانه ما حسبتهاش، وماهوش من عادتي ولا من اخلاقي باش نحسبها ولا نشوف انا موقعي وين ولا حاجه كيما هكا. قلت لك انا في نهايه المطاف معناتها ثم عمل قاعد باش يدافع على الناس الكل، وثم محور لعب ومحاور لعب موجوده متميزه، فهمتني، معناتها كل ممتاز عن بعضه. ما نعرفش مشكله فين، معناتها كنا نجموا نحكيو اوترومون، نخرجوا خطاب محلاه اسمى من هكايا، فهمتني، نحكيو على هو تساؤلات عاديه ربما كان العباد تسالها، مي انا والله ما اي هو العباد تسال، خاطر زاد اون فان كونت العباد زاد كيما قلت انت الاهميه في الكاليتي، العباد شاخت على الكاليتي الاخرانيه اللي خرج العمل. كيف يكون اسمه عاجنقي السادس ولا السابع ولا الثامن، معناتها لا باش يقلل من اهميتي انا في الحضور ولا في اللعب، ولا باش يقلل من اهميتي كيف معناها ما نصورش انا كان الحكايه فيها نيه مبيته ولا نو سي با. لازم نيفو دو ماتوريتي بروفيسيونيل عالي، راهو سي منصف باش تنجم تقول كلام كيما هكا، خاطر رانا رينا بلاتويت نتاع الممثلين قاعدين يحتاجوا على حاجه كيما هكا، معناها راهو موجود. هذاك علاش نوعيه الاسئله هذوما يطرحوا. اجابتك تنجم تكون ترادكسيون للماتوريتي بروفيسيونيل اللي عندك تو سامبلومون. جوستومون معناتها انا نحترم الشيء اللي قاعد نعمل فيه، معناتها انا مالنا تشريك في مشروع في الياتي كممثل، فهمتني، تم دعوتي للعمل هذا، وبارك الله في صعب الثقه اللي منحوها لي هذه، وان شاء الله كنت قدها.
نحب نحيي زملائي والناس اللي شاركوني المشروع هذايا واللي تعبنا مع بعضنا في البرد وفي الكره وبالحق وثنينا الركبه وختمنا كل شيء. دونك الباقي الكل والله معناتها مهمتي توفى مع اخر نهار في التصوير ونتابع كيما الناس. بالطبيعه نكون انا منحاز للفريق اللي انا موجود فيه، ساعات اقل موجود في 3 و4 فرق فرد ربع. دونك بالمجد معناتها ما يجيش البالي والله للامانه. الجمهور في الشارع في الكياس كي يدور كيفاش شنو راهو مو شنو الحاجه تسمعهم على عثمان؟ والله اخر حاجه سمعتها فرع معناتها متعاقدتها هاكا شفت فرع عملت كارثه في الكرب في الكياس وريت نخوف وانا وريت نخوف. باهي انا قبليك حتى كي حكيت لك على السيكونس وعطيتك السيكونس عطيتك سيكونس طويله فيها برشا كتيبه وقلت لك فما اكس من شخصيه عثمان اللي باش نرجعوا للتحليل. تحليل صغير اوكي صغير على الاخر هذا. انا نحب نعرف بيها كالقلبه نتاع العين هذيك شكون اللي طلع بها. اسكو عبد الحميد قال للمنصف كي اقلب عينيك باش انك تخوف المنصف واحد والعين شو نقول لك انا حاجه. انا خلينا نعطيك الميزون سيتواسيون اعطيني وريني ونعطيك بالضبط وين تقلبت العين زاد لازم حتى نعملوا فار هنا وانت فسرها لي. باهي وقتها ملمومين وليد وعباس وعثمان. قلبت العين الصحيحه اكيد مش نقلبها انا عيني انا والله ما نجم حاولت والله يا تصدقش ترينيت عليها وشيء ما نجمتهاش. برا وين وقتاش تلم وليد وعباس وعثمان. وليد نذكروا الانجينيور، عباس اللي هو خاله، عثمان سي المنصف العجنجي الانفيتي بحذانا. اول مره وليد باش يتقابل مع عثمان توتون ساشون اللي عثمان يلزموا يخوف وليد انجينيور هكا بيوضي شويه وعنده يحكي بالاغ وكذا ودونك دوكو باش يخاف من عثمان ما فيهاش كلام معناها. وليد اليوم مثل شخصيه يوسف في المسلسل هاي. دونك اول كونتاكت صار بيناتهم قال له اهلا وسهلا سي عثمان نتشرفوا. شوف عثمان قداش النمبر نتاع الكلمات ليميت قال له بيك وسكت. وليد خايف تو يرعش قال له شفتك البارح في الزردة الناس كل تحكي عليك لما حالة ما فما حتى حكاية تشبه لاختها. دار له عثمان هاي ركزني بعد البونش لاين هذا فما قلبت العين ايه يحكوا ياسر هاي عودها بالله انت ساعة الجملة عودها ساعة ما يهموش العباد شنو تحكي شنو ما تحكيش والجملة ما هيش معبرة فيها هاي والله الجملة فيها 4 فيها ايه يحكوا ياسر ايه وانت تخاف وانت تخاف مناش باش تخاف من القلبة متاع العين وقتها كيفاش قلب عينه عليه. اي شوف ثم برشا وضعيات راهو ما تستوجبش ساعة نبل الحشو في الكلام بتتر الكلام يتيح من المعنى اللي قاعد يتقال في حرفية في الصمت. انا كان نتفكروا حتى في فلوجه والتعامناول وعامناول تقريبا اغلب المشاهد اللي نجحوا واللي طلعوا فهمت وقت اللي تخدموا من غير كلام. دونك بالنسبه اللي يعرف اليات ومتمكن من الشيء اللي قاعد يعمل فيه يعرف وقتاش يسكت ويعرف وقتاش يقلب وقلبه من قلبه ما تشبهش معناتها. انا قلت لك ساعه معناتها التمثيل راهو ماهوش كل شيء معناتها باش نقول نصي وكهو راهو الغزره في التمثيل برشا جمل والسكتة برشا جمل والتلفيتة برشا جمل والاوردر برشا جمل. كي نحكيو على فن الممثل شنو كيفاش تنجم معناتها شنو الآليات اللي تنجم تلعب عليها ونعرف عن أهم الممثلين في أقصى تجاربهم اللي ياخذ القوم يعرف وقتاش يفسخ وقتاش ينحي البافير وقتاش ينحي الزيت. دونك هذه آليات واحدة أخرى وفنيات واحدة أخرى. دونك أهل الاختصاص بتاتر يعرفوه مؤكد أنهم يعرفوها. مش بالضروره كل الناس باش يكون فيه برشا كلام وقال لي وقلت لك كذا كذا. خاصه الشخصيه نتاع عثمان ما تتحملش الحديث العادي ما تتحملش الديسكور معناتها والمنطق نتاعها اللي معناتها اللي يتقال فيه ما بين الناس الكل. كما كنا نحكي احنا شخصيه حامله وشخصيه مركبه فيها عده اشياء. وبالنسبه لعلاقه الديريكسيون نتاع الشخصيه هذيا ما هيش شي كود معناتها شكون وراك وكيفاش قديت وكذا كذا. راهو ثم علاقه مهمه برشا. وشفت عند عبد الحميد بوشناق قداش محلاه وقداش معناتها المعي الراجل كمخرج معناتها البروفيت وقت اللي تبيع له يشري ما يقولكش ليه انا نحب تعمل هكايا معناتها كي تقترح عليه حاجه يلقاها بيان فونكسيوني كل شيء يقول لك فازي معناتها ويقول لك رجل زيد اللوج غادي يمشي معاك جوسكو بو. وهذه الحديث دي في مثلا الفرق بينه وبين عدة مخرجين اللي نعرفهم والا بين المؤلفين اللي يلتزم لك بالنص نتاعو حرفيا وكانه قران. لا ما تبدل لي حتى حرف بالنص يولي الضروره هذاك ينجم يقولوا فلان انا بوتيتر نجم نقول في شكل واحد اخر خير من هكيك واقل ربما نعطي اكثر. عبد الحميد يمنح لك الفرصه هذه
اوكي دونك هذا معناتها باختصار، معناتها ما نعرفش كان برت لك على قلبك تويك ولا لا. هو برت لي على قلبي، برت لي واضح. هكا هاو الوقت وفاء. كملنا. بالحق للاسف الوقت وفاء. شكرا شكرا لك. شكرا يا سيدي. شكرا لك سي المنصف العجيني. سهرة معاكم ان شاء الله كنا يعيشك. شنفنا اذان المستمعين أكيد. وعيون الساده المشاهدين، وميرسي عليكم الكل. ميرسي بوكو لك انت زاد سي المنصف، ان شاء الله بالتالق مزيد من التالق خلينا نقولوا من هنا لاخر رمضان، ويا حي رمضان العام الجاي نعاودوا نحكيه ولا فما مشروع اخر بعد رمضان. والله ان شاء الله يا ربي ما نقعدوش نستناو رمضان الجاي ان شاء الله. هكا نشوفوا الدراما التونسيه والسينما التونسيه تتطور، وهاكم شفتوا فهمتي اللي عندهم الناس اللي قاعده مشرفه على الانتاجات، فهمتي رانا نستحقوا دي كاليتي اكثر من هكا، نستحقوا عدد مسلسلات اكثر من هكا. ما يصيرش هيك نشوف حتى فلوسكم ماهيش ماشيه حرام معناها لما العائله التونسيه فهمتني، ومزيدا من الدعم. ونحب نحيي الناس كلها اللي قدمت اعمال عام سناك كل عام. نحب نحيي كل الناس ذات الركبه وخدمت في الظروف الصعبه هذه، واللي عملت مسلسلات وعملت سيتكم. يعطيكم الف صحه، نحبكم برشا برشا ونبوسكم برشا برشا. شكرا لك مره اخرى. احنا مازلنا مواصلين معاكم النص للموعد مع الاخبار والراجعين.